يقول سائل: ماذا يقول العاطس عقب عطاسه؟ وهل للعاطس آداب إسلامية؟ يشرع للعاطس أن يقول بعد عطاسه: الحمد لله رب العالمين. ولو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل. الحمد لله على كل حال، كفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومتى حمد الله تعالى بعد عطاسه كان حقا على كل من سمعه أن يشمته بقوله: يرحمك الله. وذلك لقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل، يعني العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. بس إذا عطس الإنسان عليه أن يرفع صوته بالحمدلله ليسمع من حوله، يقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال. فإن سمعته حمد الله عز وجل قل له: يرحمك الله، ويقول لك: يهديكم الله ويصلح بالكم. ومن آداب العاطس أن يخفض صوته بالعطس ويرفعه بالحمد. إذا بيستطيع يعني يخفض صوته أثناء العطاس هذا ينبغي، ويرفع صوته بالحمدلله. أن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه. حط إيدي على وجهه. ثالثا: لا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك. شعر اجته عطسي، ما تلتفت يمين أو يسار وتعطس، لأنه هذا ربما يؤذيك. عروق الرقبة لا قدر الله قد تؤذى، فلذلك ابقى مستقيما، وضع يدك على وجهك حتى إذا خرج شيء من الفم أو الأنف يكون على الكف ولا يراه أحد. فقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، ومن تكرر عطاسه فإنه لا يشمت في الثالثة. فإذا زاد عنها إذن هو فيه زكام ويدعى له بالشفاء، تقول له شافاك الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.